السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم كل أخبار كرة القدم في مصر خلال 24 ساعة. 1. النادي الأهلي بيعلن عن إصابة الظهير الأيسر يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي، وده بعد الإصابة القوية اللي تعرض لها اللاعب في مباراة النادي الأهلي الودية ضد نادي بادلون الأسباني. بالعمري يغيب عن المباراة من 6 ل9 شهور. كمان النادي الأهلي قرر رفع اسم يوسف بالعمري من القائمة المحلية علشان يكون في مكان نضيف لاعب آخر ظهير أيسر مكان يوسف بالعمري. رقم 2. بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الشمال القطري، الأهلي بيعلن عن توقيع عقد جديد مع أكرم توفيق مدته 3 مواسم مقابل 25 مليون جنيه في الموسم بالإضافة ل 8 مليون جنيه بونص. للذكر النادي الأهلي كان رفض تجديد لأكرم توفيق الموسم الماضي بنفس الشروط، واللاعب راح المجاني لنادي الشمال القطري. أكرم توفيق انضم اليوم لمعسكر النادي الأهلي في أسبانيا. كل التوفيق لأكرم توفيق والنادي الأهلي. رقم 3. عبد الله السعيد بعد انتشار أخبار بفسخ عقده مع نادي الزمالك واعتزاله كرة القدم بسبب المستحقات المتأخرة عند نادي الزمالك واللي وصلت 8 مليون جنيه، بيعلن اليوم على حسابه الرسمي على الانستجرام عودته لتدريبات نادي الزمالك، وإن كل الأخبار المتداولة دي إشاعات مغرضة، وإن أفضل فترة له في مسيرته الكروية كانت مع نادي الزمالك. وعلى نفس السياق أعلن مسؤول داخل نادي الزمالك إن عبد الله السعيد لم يحصل على أي جزء من مستحقاته المالية، وإنه يحصل على مستحقاته المالية مع باقي لاعبي نادي الزمالك. كل التوفيق لعبد الله السعيد. رقم 4. بعد مفاوضات طويلة ومتعثرة بين النادي الأهلي ونادي غزل المحلة، النادي الأهلي بينجح في حسم صفقة محمود صلاح مهاجم نادي غزل المحلة بعقد مدته 5 سنوات. في المقابل يحصل نادي غزل المحلة على 35 مليون جنيه على دفعتين، و10 مليون جنيه امتيازات أخرى مقابل عدد الأهداف اللي هيسجلها اللاعب، نسبة مشاركته في المباريات، البطولات اللي حققها النادي الأهلي. وكمان هيحصل نادي غزل المحلة على نسبة 25% في حالة إعادة البيع. رقم 5. نادي سيلتيك الاسكتلندي بيعلن التعاقد رسميا مع اللاعب المصري هيثم حسن لمدة 4 مواسم حتى عام 2030. خادم النادي ريال وفيدي الأسباني. هيثم حسن كان عنده أكثر من عرض، كان أقواهم عرض نادي مارسيليا الفرنسي، ولكن هيثم حسن فضل عرض نادي سيلتيك الاسكتلندي علشان يكون باب ليه للانتقال للدوري الإنجليزي. كل التوفيق لهيثم حسن إن شاء الله. رسميا بعد إصابة يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي، النادي الأهلي بيتقدم بعرض رسمي نادي بتروجيت للتعاقد مع ظهير أيسر للفريق اللي هو توفيق محمد، سواء كان على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. يذكر إن آخر يومين لغلق القيد اللي هو بكرة وبعد، في حال عدم توقيع اتفاق مع نادي بتروجيت النادي الأهلي هيخش الموسم الجديد بدون ظهير أيسر صريح. رقم 7. النادي الأهلي بيحاول يبيع رضا سليم لنادي الجيش الملكي مقابل 350 ألف دولار. رضا سليم باقي في عقده مع النادي الأهلي موسم واحد واللي بيتقاضى فيه 800 ألف دولار. في حال فشل النادي الأهلي في بيع رضا سليم لنادي الجيش الملكي هيتم قيد رضا سليم في القائمة المحلية، وده بعد رفع اسم يوسف بالعمري بسبب إصابة اللي لحقت به والقطع في الرباط الصليبي اللي غاب على أسرة 9 شهور. رقم 8. شوقي غريب يقترب من القيادة الفنية للمنتخب الوطني تحت 23 سنة، واللي يخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 وتقام في مصر للمنتخبات تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. وكمان عصام الحضري هيتولى تدريب حراس المرمى. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي. رقم 9. تمهيدا لانتقاله لنادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، أحمد عبد القادر بيفسخ عقده بالتراضي مع نادي كرم العراقي، واللي بيتسبب في حرمان النادي الأهلي من نسبة عادة البيع والبلغ 25% بسبب ان انتقل إلى نادي بيراميدز كلاعب حر مش بعقد بيع.